مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم نجدد التواصل والتحية على جول اف ام. الانترنت احنا باصين له على انه هو المستقبل، زي ما انت عارفة دلوقتي المتابعات بتزيد، نسب المشاركين بتزيد، فبالتالي كان تركيزنا عليه وقلنا ليه لا انه يعني ندمج ميديا زي الراديو بقت تبقى موجودة من خلال الانترنت. وفي نفس الوقت احنا مش بنقدم بس راديو، احنا راديو وموقع رياضي، فأقرب لمؤسسة بتقدم الخبر والمعلومة. الراديو بيخدم على الموقع، والموقع أحيانا بيدي برضو أخبار للراديو. بنشتغل بالمفهوم ده. المميز موقع جول اف ام إن هو موقع وإذاعة الاثنين مرتبطين ببعض. أول ديو على الإنترنت موجود ما بين، في علاقة ما بين الاثنين والاثنين موجودين في مكان واحد. ده طبعا بيميز إن المتابعة بتبقى لحظية، اللي ما بيتابعوش الموقع بيتابعوا الإذاعة في نفس الوقت، واللي مش متابعة الإذاعة بيكون موجود على الموقع. كمان السرعه، لو حد عايز يعرف او عايز يشوف اي معلومه بشكل سريع بتكون موجوده عندنا في اول ما بتحصل على طول. في جول اف ام شكل مختلف، وهو ان احنا بنشارك ما بيننا وما بين المستمع اللي بيسمعنا في ان احنا اكننا قاعدين مع بعض في مكان واحد، بنتكلم بنقول جمله من عندنا، هو بيرد علينا بجمله تانية، شويه بنعلق، شويه بنقول راينا، شويه بنتكلم في التحكيم. فالشكل مختلف خالص في جول اف ام. الفتره اللي جايه نتمنى ان احنا نحقق هدف اكبر، نبقى متقدمين اكتر، ونتمنى ان احنا نحول، لانه الاعلام كله مرتبط ببعضه. نتمنى ان احنا في وقت من الاوقات تتحول الى قناه تبقى بتكمل مع الاذاعه والموقع، ويبقى اذاعه وموقع وقناه تلفزيونيه. لسه مكملين معاكم على جول اف ام راديو دوت كوم واحداث الشوط الثاني. شفنا التقرير ان الناس كتير قوي بتتكلم عن ان انتوا بتتابعوا دايما الاخبار الرياضيه، وبتبقى عندكم ابديتنج لكل الاحوال الرياضيه. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه عليا انا، بتجيبوا الاخبار دي منين؟ هل بيبقى عندكم مثلا مراسلين مثلا عند الكباتن عند الاهلي، عند الزمالك، عند الانديه كلها، ولا انتوا بتجيبوا الاخبار دي من عن طريق مثلا الانترنت او حاجه؟ لا في اخبار طبعا ما عندناش يعني اكس عليها، يعني زي الاخبار العالميه دي بناخدها زينا زي اي حد من المواقع العالميه بتاعت الانديه، مثلا بتاعت الاتحادات، خبر خاص بريال مدريد، برشلونه، ده من المواقع الرسميه او من الجرايد العالميه. لكن في مصر هنا احنا عندنا شبكه مراسلين مغطيه كل المحافظات اللي موجوده عندنا، في اسماعيليه، في بورسعيد، في السويس، في طبعا هنا مينلي في الاهلي والزمالك واتحاد الكوره، هم دول على طول بؤره الاحداث، وعلى طول احنا بنتابعهم يعني لحظه بلحظه. عندنا شبكه مراسلين موجوده في كل الجمهوريه بتدينا الاخبار اول باول. كمان احنا ما بنكتفيش بده، احنا ساعه الهوا يعني، او ساعه ما بنبقى على الهوا، احنا جول اف ام قايمه على المشاركه والتفاعل. المستمع او المتلقي مش بتخليه قاعد يسمع وبس. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كل حاجه. زي ايه؟ هو مشارك في اسره جول اف ام في التحرير، بيدينا اخبار. هو موجود في المدرج، بنكلمه يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل. هو قاعد بنتفرج، احنا دايما حريصين نقول للناس يعني خلي قدامك شاشه تلفزيون واقعد اتفرج، احنا بنتفرج، مش عايزينه يبقى متلقي عادي يقعد يسمع التعليق وندي المايك للمعلق وناخد بعضنا ونروح نتحرك بقى، نشرب شاي، ناكل، نتفرج. احنا عايزينه متفاعل ومشارك معانا طول الوقت. بيشارك معاكم في تحليل الماتشات مثلا؟ كأنه موجود في الاستاد، زي لو احنا الثلاثه كده قاعدين بنتفرج على الماتش، بنعمل ايه؟ انا بقول كلمه، انت بتقول كلمه، يعني كل واحد بيقول تعليق، حكم. استاذ عثمان، انا مع احترامي طبعا لحضرتك، بس يعني كاذاعه ان انا اذيع ماتش دي حاجه مش جديده، حاجه قديمه ومن زمان، وان انا اكون اوزع مراسلين والحاجات دي برضو قديمه. ايه الجديد في المحطه؟ الجديد يعني اللي انا بقوله لك ان انت متفاعل معايا، التفاعل، ان انت بتبعت لي مسج على الشات بقراها، بتكلمني على التليفون في 10 ثواني تقول لي الحكم ده حسب بينالتي وهي مش بينالتي. على طول انت معايا طول الماتش في ال90 دقيقه، وبعد الماتش لو في احداث بنتابعها وانت معايا. انت حلو جدا، بحيث اللي يقدر يشوف شغله بس يرجع شويه يشوف ايه اللي حصل كده. انت فاعل، انت عضو في اسره جول اف ام راديو دوت كوم. بس اكيد في صعوبات يعني مع الحاجات دي كلها، وان انت عندكم كميه مراسلين كبيره في محافظات مصر كلها، اكيد بيبقى عندكم صعوبات بتواجهكم او مشاكل. ايه الصعوبات اللي واجهتكم من اول ما بداتوا لحد دلوقتي؟ لا يعني في صعوبات بتحصل طبعا بشكل تقني، لانك انت بتشتغلي في ميديا جديده لسه ما عليهاش ضغط او الناس مش واخده بالها منها. فانت بتلاقي في الاول انه مثلا تلاقي زي يوم مثلا ايام ما قطع النت،
وقفت. كانت صعبه جدا. وقفت، ما عندكيش الوسيله يعني اللي انتوا تشتغلي صعوبتكم بيها. بس اللي واجهتكم هي الدنيا بس عن كلها طريق وقفت. الانترنت، لكن الصعوبات اللي انتوا تبقى في الناس نفسها ما كانش فيه صعوبات؟ يعني مثلا ان انتوا تجمعوا مراسلين، ان انتوا تجمعوا مذيعين، ما كانش عندكم صعوبات في الحته دي؟ لا احنا ما عندناش مشكله في دي او خالص. بمعنى ادق إحنا مثلا كانكم تشتروا حقوق انكم تذيعوا مباراه مثلا. ما هو احنا ما هو ده اللي انا بقوله لك، احنا ما بنذيعش بالشكل ده. انا اشتري حقوق لما ابقى عامل استوديو تحليلي وقاعد وقاعد بتكلم بشكل اللي انت بتشوفه. انا ما بعملش ده. بتشتغل بماسنجر بس بتوصل اللي انا بيحصل. بتفرج انا وانت. وبقول رايي. انا بتفرج انا وانت. انا مش بذيع ولا بعلق. فهمت. انا وانت بنتفرج بس. فاذا ليها حقوق ان انا وانت نتفرج دي ندفع، ما عنديش مشكله. ايوه استاذ عثمان، جول اف ام كانت فقره مهمه جدا وليها متابعينها وليها متابعه كبيره جدا على اذاعه الشباب والرياضه. هل نسبه المتابعه دي بنفس النسبه وبنفس الشكل على اذاعه الراديو على الانترنت ولا اختلفت؟ لا هي طبعا لو كعدد لا طبعا، يعني العدد على الارضي او عشان نبقى واقعيين لا اكتر، لكن النوعيه مختلفه. نوعيه المتلقي نوعيه نفسه. المتلقي والمشارك والمستمع مختلفه. انا عندي الناس بتكلمني من كل الدنيا، ما كانش ده بيحصل وانا على الارضي. عندي ناس بتكلمني من من امريكا، من استراليا، من كندا، من كولومبيا، من انجولا. يعني مين اكتر، الراديو العادي ولا الانترنت؟ في التنوع الانترنت. لكن كعدد الراديو العادي، واحنا او عندنا وجهه نظر ان ده هيحصل قريب جدا، انك هتبقى اللي بيسمعك على الانترنت ممكن يصل للي كانوا بيسمعوك على الارض. راديو انترنت ولا راديو بس اذاعي؟ اللي هو ايه؟ يعني الموضوع ده هيوصل ان يبقى اف ام راديو انترنت، ولا انتوا لسه ما بتفكروش في انكم توصلوا للاف ام او ان احنا ناخد تردد ارضي يعني؟ لا، ما احنا لو التطوير اللي جاي يعني او اللي احنا بنفكر فيه اللي جاي ان احنا نبقى قناه يعني مرئيه متشافه، والله بحيث ان تبقوا تفاعل مع الجمهور سمعي وبصري كمان. طب ده امتى ممكن يحصل، امتى المشروع ده؟ والله قريب، ربنا يسهل. يعني احنا بنحاول نجهز، بس ربنا يسهل. احنا الاول عايزين نوقف الدنيا هنا، لان احنا لما دخلنا الانترنت كان بالنسبه للناس صحراء. يعني انت داخل مكان مجهول. انتوا بداتوا امتى بس معلش؟ احنا بدانا 2008 يعني بدانا، بس ما كانش صحراء يعني بالنسبه لاذاعات الراديو كان صحراء ما حدش يعرف. بس النت نفسه كان الناس كلها كان موجود، بس احنا كان الناس بتستخدمه في الشاتنج، في مش عارف ميلات، في صور، انما انك تخش تشتغل بشكل بروفيشنال كان طبعا مغامره كبيره جدا. استاذ عثمان، انا تقريبا في برضه سمعت ان في حاجه اسمها جول اف ام كانت على اذاعه الشرق الاوسط او الشباب والرياضه. الشباب والرياضه كانت على الشباب والرياضه. ما هو دي ليها علاقه برضه ولا دي كانت هي برضه؟ هو احنا وازاي بقى اتنقلت؟ احنا اللي عملنا فكره golfmradio.com. المساله ايه؟ ان كان اذاعه الشباب والرياضه بتذيع البرامج بشكل عادي او بتذيع الماتشات بشكل عادي اللي هو التقليدي اللي انت بتسمعه. لما جت ماس ميديا برودكشن اللي هي صاحبه جول اف ام وفكره جول اف ام، اخذت فتره الماتشات دي، عملنا حاجه منفصله عن اذاعه الشباب والرياضه، بتطلع على موجات اذاعه الشباب والرياضه انما بشكل مختلف اللي هو golfmradio.com، مش .com يعني، كان جول اف ام. ده اللي احنا بعد ما اشتغلنا سنه 2007 و2008 بعد كده مشينا من الاذاعه، من اذاعه الشباب والرياضه، وبدانا نفكر ان احنا نستغل golfmradio.com بشكل خاص ومختلف. حضرتك كنت مذيع برضه هناك؟ انا كنت مذيع ولا زلت. انا نقلت الفكره ونفذتها بشكل مش انا اللي نفذتها يعني، اللي نفذها شركه ماس ميديا، هي صاحبه المشروع وهي اللي عملته. فدخلنا بعد كده قلنا نشتغل على البراند بتاعنا اللي هو جول اف ام، فعملنا golfmradio.com بقى. بدأنا. ما خفتش ان انت تكون مذيع على قناه او محطه مسموعه جدا شباب الرياضه وبعد كده تنتقل على الراديو وانترنت؟ هنجاوب بس ناخد التليفون. معنا تليفون. نرمين. الو نرمين. ايوه نرمين. ازيك يا نرمين؟ علي صوتك يا نرمين. علي صوتك شويه نرمين ممكن. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. معاك يا استاذ عثمان. ازيك يا استاذ عثمان، عامل ايه؟ اهلا بيكي يا نرمين. لو سمحتي كنت عايزه اسال، هو ليه كل المحطات بتتكلم عن كره القدم بس؟ مفيش سكواش، جولف، الحاجات دي؟ اتفضلي. كل المحطات بتتكلم على كره القدم بس يعني هو بشكل عام، هو طبعا احنا كده ميرسي نرمين على التليفون. ميرسي نرمين. احنا كده كنا بنشتغل كوره، واحنا لغايه دلوقتي بنشتغل كوره بس. انما الماجوريتي بتاعت الناس او الاكثر من الناس مهتمه بايه؟ بكره القدم.
فده اللي بيخلي طبعا كرة القدم ان فوكس يعني، او يعني ان سبوت لايت زي ما بيتقال عليه. انما احنا طول عمرنا بنشتغل كوره بس، ما عملناش اي حاجه في الدنيا غير كوره بس يعني. جول اف ام ما عملناش حاجه غير الكوره. معانا محمد دلوقتي كمان من طنطا. محمد الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد، اتفضل. اهلا بيكم. انا برحب بيكم طبعا، وبرحب بالكابتن عثمان اباظه. معاكم محمد عبده معلق رياضي في جول اف ام راديو دوت كوم وفي قناه مودن. ازيك عامل ايه؟ منورنا. طبعا انا برحب بيك كابتن عثمان، ومنور عز الشباب، وبرنامج جميل جدا، وحضرتك يعني تواجد لجول اف ام، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ميرسي يا محمد، ربنا يخليك. ميرسي جدا معاك يعني كابتن عثمان. يعني بس سؤالي بالنسبه لجول اف ام، يعني انتوا عندكم ميزه جميله جدا مش موجوده في مواقع ثانيه، وانا مش بقول كده بحكم عملي كمعلق رياضي معاكم، انا بتكلم بصفه عامه، وهي نقطه المهاترات اللي كانت بتحدث في فتره من الفترات في الاعلام الرياضي وما زالت تحدث. انتوا تماما بتكونوا بعيدين عن الجزئيه دي. قول لي ازاي انت وكابتن مجدي اتفقتوا على انكم تبعدوا عن النقطه دي عشان جول اف ام تفضل بعيد عن الصراعات وبتأدي اعلام محترم وهادف، وبشكرك وبالتوفيق ليكم دايما. طب استاذ محمد، قبل ما تقفل، ايه الصعوبات اللي بتواجهك كواحد او من ضمن فريق عمل جول اف ام؟ نعم، الصعوبات اللي بتواجهك انت وانت بتشتغل في جول اف ام. والله انا يعني بتعامل مع جول اف ام من السنه اللي فاتت، ويمكن كانت بدايتي معاهم في الكلاسيكو الاسباني، كلاسيكو السوبر اللي هو ريال وبرشلونه، اللي كان انتهى بالذهاب ب 5-0 لبرشلونه. واول تعامل بيني وبين جول اف ام راديو دوت كوم بصراحه يعني النتائج جدا. بصي يا استاذه، انا هقول لك حاجه، وفي مكان بتشتغلي فيه انت كاعلاميه تقدري تأدي فيه، وانت عندك قدرات بس مش قادره تأدي بالاريحيه الكافيه لانك مش حاسه بالجو. لكن بصراحه في جول اف ام والله ده مش مجامله، هو فعلا الجو اسري جدا، جو جميل جدا، ناس بتديكي حقك وبتحسسك بقدرك، فانت بتطلعي الابداع اللي عندك، وبتطلعي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمنه عليك بموهبه. كابتن عثمان على فكره، او استاذ عثمان واستاذ مجدي كامل، الاثنين مش ديكتاتوريين خالص، بالعكس بيتعاملوا معاك على انك في بيتك تتعاملي بشكل طبيعي جدا، مفيش حاجه على راي المستمع. معانا المستمع احنا مثلا مش بنعلق زي ما انا بكلمكم عن تجربتي انا كمعلق، بعلق مثلا في مدرج في اي مكان، بعلق المباراه 90 دقيقه بدون تدخل مع اي حد. ولكن عندنا محمد بنشكرك جدا على اتصالك معانا، ويا ريت تبقى نشرفنا قريب ان شاء الله. ميرسي جدا استاذ عثمان. بجد يعني هنكون اكيد اول الناس اللي تستضيف حضرتك بعد ما تصدر موضوع ان يطلع القناه على الاف ام ان شاء الله رب العالمين. شرفتنا انك حضرتك كنت معانا النهارده جدا. شكرا جدا.